بتدخل العياده، المريض بيقعد على الكرسي، بتبدا تكشف وتشرح خطه العلاج، فجاه تلاقيه مطلع الموبايل وبيقول لك بس يا دكتور انا قريت على جوجل وشفت فيديو على يوتيوب بيقول ان الحاله دي علاجها كذا كذا، وان الحشو ده بيعمل كذا. الموقف ده بيستفز اي دكتور، وتحس ان تعبك ودراستك بيتقارنوا بسيرش 5 دقايق على النت. قبل ما اقول لك تتصرف ازاي في الموضوع ده، عايزك تشترك في الصفحه. مش عارف الناس مش بتشترك في الصفحه ليه، مع انه ببلاش يعني. اشترك عشان تبقى دكتور سنان صحيح بس نينجا. وعايزك كمان تعمل لايك وشير وحركه الاكسبلور والاضافه المفضله من باب الدعم ليا عشان تشجعني استمر، ومن باب مشاركتك في نشر المحتوى ده لكل مهتم. ربنا يجعل مجهودي ومشاركتك في ميزان حسناتنا جميعا باذن الله. عايزك كمان تتابع الحلقه للاخر عشان مجهز لك كما هي العاده مفاجاه لطيفه ومفيده اخر الحلقه. في اللحظه اللي المريض بيقارن كلامك بكلام الانترنت، انت بتكون قدام فخين اسوأ من بعض. الفخ الاول انك تتعصب وتاخد الموضوع بشكل شخصي وتقول له روح خلي جوجل يعالجك، وده بيخسرك المريض وبيخليك تبان دكتور مش واثق في نفسك وبترفض النقاش. والفخ الثاني انك تسكت وتنفذ له اللي هو قراه عشان تريح دماغك وتتجنب وجع الدماغ. طب ايه الحل العلمي والعملي عشان تخرج من الموقف ده بذكاء؟ اول حاجه لازم تغير نظرتك للمريض ده. المريض اللي بيبحث على النت مش مريض عادي، ده مريض خايف على نفسه ومثقف وبيحاول يطمن، بس مشكلته انه بياخد معلومه عامه جدا وبياخدها من سياقها وبيحاول يطبقها على حالته الخاصه المعقده. النقطه الثانيه المهمه جدا اللي لازم توصلها للمريض بمنتهى الوضوح هي ان جوجل ويوتيوب بيدوا معلومات زي مقاس اللبس الموحد، لكن الطب تفصيل. المقال اللي هو قراه بيتكلم عن حاله مثاليه ما فيهاش سكر ولا ضغط ولا شكل جذور معوج ولا تسوس وصل لمستوى معين تحت اللثه زي اللي موجود في بقه هو تحديدا. يبقى الرد المثالي والاحترافي هنا انك تحتوي فضوله وتبص له بابتسامه وتقول له ممتاز جدا انك دورت وقريت عن حالتك، وانا بحب جدا المريض الواعي المهتم بصحته. فعلا المعلومه اللي قالتها صحيحه وممتازه في الحالات العامه، لكن لما نيجي نطبقها على حالتك انت تحديدا، الاشعه بتاعتنا بتقول ان في تفاصيل ثانيه تمنعنا نستخدم الحل ده. وعشان كده انا فصلت لك الخطه دي المخصوصه والمناسبه لتفاصيلك انت. بالطريقه دي انت كسبت احترامه، حسسته انه مجهوده وبحثه متقدر، وفي نفس الوقت رجعت الدركسيون في ايدك وبقيت انت القائد بتاع خطه العلاج. وعشان الموقف ده بيتكرر كتير ومحتاج سرعه بديهه، هيجي دور المفاجاه اللطيفه اللي قلت لك عليها اول الحلقه. انا جهزت لك ملف وورد كامل فيه خريطه بتشرح انواع المرضى الباحثين على النت وازاي تتعامل مع كل نوع، وخمس سكريبتات جاهزه للرد الفوري عشان تحول معلومات المريض لنقطه قوه، وكمان محدد لك فيه الخط الاحمر وامتى توقف النقاش تماما لو المريض بيجادل لمجرد الجدال. الملف ده اداه عمليه جدا لازم تكون على موبايلك او كمبيوتر العياده. علق بكلمه جوجل، هبعت لك لينك تحميل الملف، نزله واستخدمه. اكتب لي في التعليقات ايه اغرب معلومه طبيه مريض جابها لك من على النت. والى اللقاء وحلقه جديده من نينجا دينتس.